السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايلكم فيديو جديد، فيديو بإذن الله يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناة بإذن الله، وكومنت حلو كده من ايديكم. وكمان ما تنسوش تدعوا لأمي وابويا بالرحمة، وندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين ان ربنا يفك كربهم بإذن الله وربنا ينصرهم ان شاء رب العالمين. النهارده الغدا ده لو قلت لكم اتحضر في وقت قصير جدا جدا بجد والله يا بنات، كان سهل وسريع. هتقولي لي محشي وسريع ازاي؟ بجد والله كان سريع جدا وما اخدش معايا وقت. يعني اللي انت لو بتعملي اللي هو الكشر الاصفر هياخد منك وقت عن المحشي. كانت كل حاجة جاهزة عندي الحمد لله، وحضرته في وقت قصير وانجزت. بما ان كانت حيرة كل الستات المصرية نتغدى ايه النهاردة هنفطر ايه النهاردة، فهي حيرة دايما بجد والله، حيرة عند الكل. فقلنا النهارده نعمل بقى محشي كده ونعمل فيديو معاكم كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. فلما بتكوني محضره كل حاجه عندك، يعني بصي مجهزه كل حاجه، مش هتقعدي تقولي اجيب دي واجيب، لا جهزي كل حاجه قدامك كده. وانت هتتلاقي الاكل بيجهز معاكي بسرعه وبيخلص معاكي يعني بتنجزي في وقت قصير قوي. فانا الحمد لله كانت كل حاجه عندي. هي الحاجه الوحيده اللي ما كانتش موجوده عندي هي الخضره. يعني الخضره الوحيده اللي ما كانتش موجوده عندي ونزلت جبتها الصبح. وبعد ما جبتها يعني اتراجعت تاني وقلت ايه، اعمل محشي ولا ما اعملش محشي؟ بما ان كان الوقت اتاخر، يعني كانت الساعه دخلت على 11 ونص كده، فقلت الوقت اتاخر مش هلحق وكده، واحنا بنتغدى بدري. بس الحمد لله والله في اليوم ده انجزت جدا يا بنات. يعني بدات اقعد احشي المحشي اللي انتوا شايفينه ده على الساعه 12 ونص كده. كان عندي شوية طماطم كده في الفريزر، طلعتهم وعصرتهم عملت منهم أحلى تسبيكة محشي. بجد كانت روعة روعة يا بنات. بعد ما صفرت البصلايه كده، انا ما بغمقش البصل، احنا داخلين على الحر سواء في حر او شتاء او في الصيف او في الشتاء، ما بغمقش ما بغليش قوي البتاعه دي البصلايه. يعني يا دوب تاخد تدبل معايا كده، واقوم ايه نازله عليها بالطماطم، وما بحطلهاش التوابل بتاعتها غير لما قبل ما تنزل ب5 دقايق. بحط بقى ايه، ملح وفلفل وكمون وكزبره والثوم. ما بحبش انا الحاجات اللي هي بتيجي جاهزه من بره، اللي هي التوابل بتاعه المحشي والحاجات دي. الحاجه الوحيده زي ما قلت لكم هي اللي ما كانتش موجوده عندي خضره المحشي. نزلت الساعه 8 زي الشطره كده جبتها وبدات ايه انضفها كده، وبحب انقعها بقى في ملح وخل وفي ليمون وخل وميه، واسيبها حوالي نص ساعه كده، وبعدين اطلعها اصفيها واخرطها بقى اقطعها. هنا بدأت البتاع التسبيكه بتاعتي غلت الحمد لله، بدأت تنشف زي ما انتم شايفينها كده. نزلت عليها بقى بالتوابل بتاعت الملح. على فكره انا كنت نسيت الملح في الوقت ده، بس الحمد لله لحقته على اخر لحظه. دول بقى شويه ورق كانوا زي العسل، بصهم كانوا مسلوقين عندي بقالهم يمكن شهرين عندي في الفريزر. انا بوريكم هنا، بقول لكم التلج لسه فوق اهو. طلعتهم ولا كانت ورقه دايبه ولا اي حاجه، والله عملت منهم احلى حله محشي يا بنات. كان عندي برضو الورق العنب سلقته، اديت له سلقه خفيفه كده الحمد لله. اما باجي اسلق ورق العنب بحط شويه زيت وليمونه وانا بسلق الايه الورق، بيبقى معايا حلو جدا. شوف التسبيكه يا بنات، تسبيكه المحشي كانت تحفه تحفه وريحتها حلوه قوي قوي. بحب الاول اقلب الخضره كده في الرز، وبعدين انزل عليها ايه بالصلصه بتاعتي الجميله دي. وكنت عامله شويه خلطه محشي ما اقولكوش بقى، حاجه كده تفتح النفس بجد والله تسلم ايدي. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا له تعليق حلو كده من ايديكم، واللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ماشي. قلت بقى قبل ما اقعد كده ونحشي نعمل المحشي بتاعنا الجميل ده، نعمل كوبايه قهوه كده عشان تفوقني، لان انا كنت في اليوم ده صاحيه بدري جدا وايه، وباجي كده للساعه 12 وببقى هموت وانام. قلت الحق نفسي. انا في الوقت ده كانت الساعه 12 وانا بعمل القهوه دي، كان ايه الساعه 12 عملت كوبايه قهوه بقى ايه ما اقولكوش. آه، فعملت القهوة كده وقعدت وشربت القهوة، وعملنا بقى طلعنا أحلى حلة محشي من شوية الورق. والله العظيم كانت حلة محشي روعة الروعة. أظن الجواب باين من عنوان. أنا قلت ألحق نفسي وانجز بقى. الوقت ده أنا كنت مولعة، طبخت سلقت اللحمة
وحله المحشي دي ولعت عليها الاول، كنت لسه ما عملتش ورق العنب ولا ايه. وكان عندي شويه ممبار كده، كام واحده كده في الفريزر بقالهم يمكن سنه ونص. والله العظيم كان عندي من زمان جدا، كانوا تايهين عني اصلا، وانا رايحه اجيب الطماطم وقعوا. قالوا لي خديني بقى الحقينا بقى من التلج اللي احنا فيه ده. فاخدتهم وعملتهم وطلعت منهم كام صبع حلوين زي العسل كده. وده ورق العنب بقى حشيته بالشكل ده. وده كان غدانا، وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم ان شاء الله، وتكون كل فيديوهاتي خفيفة عليكم. اشوفكم على خير بفيديو جديد، مع الف سلامة وفي رعاية الله. في اخر الفيديو بقى كان عندي بطيخة كده، حبيت اشوفها كده واشوف حظي فيها، بس الحمد لله طلعت زي العسل. مع الف سلامة.